وما بعد. أردت أن أحدثكم على موضوع البريكس الذي أسال كثير من الحبر، وخاصة يعني عدم استدعاء الجزائر لتكون إحدى الدول المشكلة للبريكس. وكاين بعض الأطراف اللي حابة تعقد الشعب الجزائري، وعدم دخول الجزائر للبريكس حابة تصنع منه كأنه نهاية العالم وكأنه يعني انتهت الأمور. إذا ما دخلناش للبريكس وراه المشكل. البريكس العام والخاص يعرف باللي هذا التكتل أنشأته منذ 2006 5 دول اللي هي الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل. هذه الدول بعد حوالي 15 سنة قررت أنها توسع هذا التكتل لمجموعة من الدول الأخرى اللي توفر فيها الشروط. البارح لما أعلنوا على الدول التي فازت بفيزا إن صح التعبير للدخول للبريكس، وهي السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين ثم مصر. العام والخاص يعرف أنه فيه نزاع بين إثيوبيا ومصر على قضية النيل، نهر النيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون يتمثل. هذا اللي كان يتحدث في الفيديو. اولا خوتي يقولوا لي لا كان الصوت راه مليح باسكو التليفون اللي نستعمل فيه شويه عيان. نفضل لكم اللي يقدر يقول لي الصوت الا راه مليح يقول لي. شويه عيان. بارك الله فيكم. خلاص واحد قال لي الصوت 10/10. دونك بارك الله فيك محمد امين. تحياتي عدل العدل. كريم سعاده الزول كوزان. شكرا البرتو بيرلوسكوني. المهم الفيديو اللي ما يكونش ربما شويه يكون ربما شويه طويل. دونك فالدول البريكس دخلت هذه الدوله. دونك كما قلت لكم قبل ما ندخل في المحتوى تاع الفيديو، بغيت فقط نقدم لكم هذا الشخص اللي كان يتحدث. انا نعرف باللي الكثير يعرفوه، خاصه المتابعين تاع الصفحه والأصدقاء وكذلك الجزائريين يعرفوه، لأنه شخصية وطنية بصفته رئيس حزب الكرامة أو حزب الشكامة يعني بمعنى أصح. هذا السيد يدعى داوي محمد، حاشا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رئيس حزب الكرامة اللي جا خلف بن حمد. باش نعرفكم عليه فقط، يعني باش يكون عندكم فكرة عليه، يعني من الناحية السياسية. هذا الشخص منذ ما يسمى بالانفتاح الديمقراطي انتقل بين الأحزاب بطريقة ما تقدروش تصوروها. أنا لا أعتقد أن هناك سياسي جزائري انتقل من حزب إلى حزب كما حدث مع هذا الشخص. هذا الشخص في البدايات يعني بعد ما يسمى بالانفتاح الديمقراطي كان من المتعاطفين مع الحزب نتاع الفيس، متعاطفين، لانه هو كان ملازم اول او نقيب الحمايه المدنيه، يعني ما عندوش حق يلتحق باي حزب، لكنه كان متعاطف مع الحزب. بدليل انا عندي معلومات من عند ناس ورجله انه في هذاك الوقت افتح لهم مش عارف عنده كراج
في المسكن تاعو، ولا باش يديروا المكتب تاعهم، ولا في الانتخابات في الحمله باش يستعملوا المكتب هذاك. يعني كان متعاطف بطريقه كبيره جدا، مع انه هو كان ضابط في الحمايه المدنيه. المشكل ماهوش هنا، يتعاطف ربي يسهل عليه. تعاطف اي انسان ممكن يتعاطف مع اي حزب، سواء كان فيس او حزب واحد اخر. لكن بعد انقلاب 92 تخيلوا سلطان الجهه المعاكسه تماما مشى لحزب الراندو، يعني بلوس وموا، يعني اذا كان في البلوس مشى للموا. حنا نعرفوا يعني الراندو ربما هو من اكبر الخصوم او الاعداء نتاع حزب الفيس. مشى للراندو، ومن بعد رجع رئيس البلديه نتاع الرويسات بورقله، كاين بلديه اسمها الرويسات في مدينه ورقله، رجع رئيس بلديه. هو من بعد لانه كان طردوه من الحمايه المدنيه لما اصبح رئيس البلديه، كان طردوه حوزوه من لي بومبيي. دونك هذاك هو التحق بالارندي ورجع رئيس بلديه. بعد الارندي زاد التحق بحزب الافنه، واحد الحزب يسموه الافنه تاع موسى تواتي، اللي رشحوا للبرلمانيات، ومن بعد مشى للبرلمان. بعد ما انتهت العهده تاع هذيك تاع البرلمان، اكيد موسى تواتي يكون حوزه، قال له مشي ما تجيش ترشحك، راح سلطه عند حزب بن حمو، حزب الكرامه، زاد ترشح باسم حزب الكرامه للبرلمانيات. يعني باش تشوفوا يعني من الناحيه السياسيه فقط تعرفوا الشخص هذا يعني واش يسوى. يعني تخيلوا الشخص اللي يعني في وقت محدود ينتقل الى 4 احزاب، هذا شخص ما عنده مبدا سياسي، ما عنده مبدا رجولي، ما عنده حتى مبدا. يعني المبدا تاعو الوحيد هو البحث عن المصلحه، وين شاف المصلحه تاعو يجري. الحزب اللي راح يرشحه راح يجري ليه باش يرشحه. هذا ما يفسر انتقاله بين 4 احزاب. انا ما راح نتحدث اليوم الامور اللي تحدثت عليها، الاختلاسات تاعو، التهريب تاعو، يعني كل الاعمال يعني القذره التي ارتكبها في حق الوطن وفي حق الشعب الجزائري. هذه كنت تحدثت عليها اكثر من مره، ما راحش نرجع لها. لكن انا كنت وعدته في وقت من الاوقات، قلت له كل ما تلاقى بفيديو تاعك تتحدث في امر الامور، لاني نعرف انه مضلل ومغالط، هو الهدف تاعو مغالطه فقط. نتذكروا كنت درت فيديو في الماضي لما خرجوا رجال الحمايه المدنيه في هذيك المسيره وصرا خرج كذلك يغالط فيهم، يتقرب من العصابه. هو الهدف تاعو يغالط الشعب ليتقرب من العصابه تاع العائله، وهذا هو الهدف تاعو، ما عندوش هدف واحد اخر. دونك انا كنت قلت له كل ما نتلقى فيديو تاعك راح نخرج وراح نسقط الاكاذيب تاعك ونسقط التضليل تاعك للشعب الجزائري، لانه هذا راه قاعد يضلل في الشعب الجزائري. هذا اللي سرق اموال الشعب الجزائري، سرق المعايير الممليره بلا ما نرجع. كنت تحدثت عليها في عده فيديوهات، وقلت له كل ما نلقى يعني امر متعلق بك راح نعلق عليه. انا والله ما كنت حاب نتحدث في الموضوع تاع البريكس. علاه؟ لاني اولا انا مانيش اقتصادي، ما نتحكمش في امور الاقتصاد، وحتى في السياسه ما نتحكمش فيها بكل صراحه. يعني حتى سياسيا، خاصه السياسه الجزائريه، لانه في الجزائر ماكش السياسه الانسان اللي باش يتحكم فيها. كاينه فوضى وكاينه احزاب بزنسيه، كل واحد يبحث على المصلحه تاعو، تستعملهم المخابرات الارهابيه هي اللي تحطهم رؤساء الاحزاب. صدقوني هذا هو اللي حط المخابرات اللي عطاتو رئيس حزب، زعما دارت صحيه لهذاك واش يسموه محمد بن حمو، لكن نتاع المخابرات. ودوكا كي يحتاجوهم يخرجوهم باش يتحدثوا في الامور المختلفه. لانه قضيه البريكس، الطرد نتاع العصابه من البريكس، من المفترض اللي يخرج يوضح للشعب واش صرا. اما يخرج ما يسمى برئيسهم للجمهوريه، رئيس الغير شرعي، اما يخرج رئيس الحكومه، اما يخرجوا وزراء على الاقل باش يوضحوا للشعب. هذه الفضيحه صارت فضيحه عالميه، هذه ما يقدر ينكرها حتى واحد. من المفترض يخرجوا مسؤولين يوضحوها. ولكن هذو كيفاش؟ هذه العصابه الارهابيه، هذه المخابرات الارهابيه، لما تكون الامر كما هذا، المسؤولين اللي كان هما لازم يخرجوا يفهموا الشعب، كلهم اختبأوا وراء مكاتبهم ويخرجوا هذا السفهاء
هاد السفهاء كما هذا كما بن قرينه وغير بن قرينه، يعني باش يضلوا الشعب وباش يدافعوا على العصابه بطريقتهم الخاصه. وللتذكير بين قوسين، هذا ومن بن قرينه من عشيره واحده، من عشيره واحده ومن مكان واحد، من رويسات، من ورقله، يعني كلهم يعني في نفس يمشيوا في نفس الاطار. واكيد هما كلهم عندهم ملفات عند المخابرات الإعرابية. هذا مثلا عنده ان دوسيي سيلي، ولكن نقول عنده ان دوسيي سيلي يعني ملف كامل ومتكامل. هذا ماهوش هذا كلامي، هذا كلام تاع ضابط سامي في المصالح الامنيه الجزائريه. ضابط سامي في المصالح الامنيه الجزائريه راح يقول، قال لي باللي هذا عنده ان دوسيي سيلي. دونك هذاك الدوسيي سيلي وراه، هذاك الدوسيي سيلي راه عند المخابرات. دوسيي سيلي نتاع الممارسات تاعو راه عند المخابرات، والمخابرات بهذاك الدوسيي سيلي تاعو elle le fait chanter. قالها يخرج احضر كذا، روح قول كذا، دافع كذا، مشي روح ظلل الشعب في الموضوع تاع كذا تاع كذا، كيما خرج يظلل في الموضوع نتاع الحمايه المدنيه. وكاين اللي يخرجوا يظللوا في الموضوع نهار سبوهم ماكرون ولا ساركوزي، المهم قاعدين كاع يسبوا فيهم، يخرجوا ما يخرجوش هما كمسؤولين يعني رئيس ولا وزير ولا كذا ولا كذا، لا يخرجوا هذا الاسلام تاعهم اللي باش يدافعوا لهم، والاخرين يبقاو متخبيين. دونك هذا هم خرجوه باه يظلل الشعب الجزائري. خوتي راه يظلل فيكم، راح نسمعوا الفيديو كاع مع بعض، وراح نعلق على الامور اللي ربما تستحق التعليق. راح تشوفوا باللي راه خارج باش يضللكم وباش يكذب عليكم وباش يعني لتهدئه النفوس، كانه يقول الشيء اللي وقع ماهوش فضيحه، الشيء اللي وقع فضيحه عالميه، فضيحه عالميه. ومن بعد نقول لكم على فضيحه. خلا هو يقول باللي هذا البريكس امر مش مهم، نعم البريكس امر مش مهم، ولكن من بعد نقول لكم علاه فضيحه عالميه. علاه ولا مهم؟ باسكو ولا فضيحه عالميه. لو كان ما ولاش فضيحه عالميه ما يوليش مهم، امر عادي يمر بطريقه عاديه، امر بديهي. انسان دوله تقبل او لا تقبل في منظمه كذا وفي منظمه كذا، امر عادي جدا. لكن من بعد نقول لكم علاش الامر ماهوش بهذه البساطه، الامر اكبر من هذا. دونك رايحين نسمعوا هذا الفيديو وراح نعلق يعني نقطه بنقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاحبه في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى، جمعه مباركه. وبعد اردت ان احدثكم على موضوع البريكس الذي أسال كثير من الحبر، وخاصة يعني عدم استدعاء الجزائر لتكون إحدى الدول المشكلة للبريكس. وكاين بعض الأطراف اللي حابة تعقد الشعب الجزائري، وعدم دخول الجزائر للبريكس حابة تصنع منه كأنه نهاية العالم وكأنه يعني انتهت الأمور. إنما دخلنا هنا عندك العقيدوي، عدم الدخول للبريكس ليس نهاية العالم، عادي جدا. هذا تنظيم اقتصادي تنضم إليه الدول. شافوا باللي الجزائر لا تستحق أن تنضم إليه، طردوها العصابة، عفوا حاولت ماشي الجزائر، هناك العصابة طردوها. دونك الأمر عادي ما قبلوهاش، ممكن يقبلوها في القرن الخمسين إذا بقات العصابة هذه طبعا. لكن الغير عادي والامر المهم كما تقول الامر عادي، الغير عادي هو التسردك اللي قامت به العصابه نتاع العرايا منذ سنتين او سنه. هذا هو هنا المشكل ماهوش كما قبلوهمش امر عادي، ما قبلوش ربما دول اخرى. لكن المشكل كي تسردكوا بهذا البريكس قاعدين يسخنوا في البندير نتاع بوصباع ونتاع غير بوصباع. بهذا البريكس راح يلتحقوا بالبريكس، كانه كي يلتحقوا بالبريكس خلاص المشاكل تاع الجزائريين قاعد خلاص، العدس اللي كاين، اللوبيات واللي كاينه، يولي الكرامات واللي كاينه، يولي كاين كلش. المشكل هنا يا داوي، المشكل ماهوش كي رفضوهم عادي. المشكل علاش يتسردكوا بالبريكس لعده شهور، ولاو يحضروا غير على البريكس. تبون يهضروا على البريكس، الوزاره يهضروا على البريكس، الذباب يهضروا على البريكس، ولاو يسموه بريكسا، زادوا له يعني تاع الجيري، وخلقوا مش صور وكذا. خلاص يعني كانه الجزائر التحقت بالبريكس، ومع انه الامر راكم تشوفوا طردوهم شر طرده. وهنا يكمن المشكل، فواش تغلط. حنا الشعب الجزائري كي راهم يتحدثوا في الامر تاع البريكس مش على اساس الرفض، على اساس التسردك اللي النهايه تاع التسردك هذاك النهايه تاعو كانت رفض.
على هذا الاساس حنا على هذا الاساس اللي نتحدثوا، وقلنا اكثر من مره بريكس ما التحقت الجزائر امر عادي، امر عادي، حاجه طبيعيه، لكن الغير عادي هو التسلدك تاعهم، التسلدك تاعهم اللي حابين يغلطوا الشعب خوتي، حابين يغلطوا الشعب، يعني باش الشعب يبقى مبروشي مع البريكس هذا، ويعتقد انه كي يلتحقوا بالبريكس خلاص المشاكل تاعو الحاجه تتحل، مع ان الامر ليس كذلك. حوزوهم البريكس، والمشكل ليس في كي حوزوهم يدوي، المشكل كي تسلكوا في امور من بعد عطاو لهم ركله قالوا لهم ديكاج. البريكس وراه المشكل. البريكس العام والخاص يعرف باللي هذا التكتل انشاته منذ 2006 5 دول اللي هي الصين وروسيا والهند وجنوب افريقيا والبرازيل. هذه الدول بعد حوالي 15 سنه قررت انها توسع هذا التكتل لمجموعه من الدول الاخرى اللي توفر فيها الشروط. البارح لما اعلنوا على الدول التي فازت بفيزا ان صح التعبير للدخول للبريكس، وهي السعوديه والامارات وايران واثيوبيا والارجنتين ثم مصر. العام الخاص يعرف انه فيه نزاع بين اثيوبيا ومصر على قضيه النيل، نهر النيل. فدول البريكس دخلت هذه الدولتين لانها ما تستطيعش تدخل. ما علاقه المشكل اللي راه واقع بين مصر واثيوبيا في خصوص نهر النيل؟ واش العلاقه تاعو بالبريكس؟ ما هي العلاقه تاع الخصومه اللي كاينه بين مصر واثيوبيا؟ ما هي العلاقه تاعها بالبريكس؟ هذا ما كان فهمنا. برك خرج عاود دخل في فيديو واحد اخر وهو عطينا العلاقه اللي موجوده بين هذا الامرين. يعني مصر عندها خصومه مع اثيوبيا، لو كان ما يدخلوهمش، لو كان ما يدخلوش مصر، لو كان ما يدخلوش اثيوبيا مانيش عارف. من بعد يقول لك رايحين دوك نكملوا الفيديو، رايحين يولوا يروحوا للتكتل واحد اخر، يعني يخلوا هذا البريكس ويمشيوا للتكتل واحد اخر وراح نجاوب عليه. الدوله اللي ما تدخلهاش راح تطيح في التكتل في يد التكتل الاخر وتولي تعمل ضد هذا التكتل. يعني هذه باقل شيء. ايران والسعوديه والامارات العربيه بين هذه الدول فيه كاينه مشاكل، دخلهم في 3 على الاقل باش يحلوا هذه المشاكل، باش ما يخلوش حتى دوله خارج هذا الاطار. الارجنتين ايضا من اجل تدعيم مركز البرازيل في القاره الامريكيه، وكان من الطبيعي انها تدخل. بالنسبه شوف يا داوي، البريكس تنظيم اقتصادي ماهوش سياسي. البريكس تنظيم اقتصادي ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما عنده حتى علاقه بحل المشاكل بين الدول. قال الامارات والسعوديه وايران ومانيش عارف، قال باسكو كاين بيناتهم دي بروبلام هيا ندخلوهم معنا باش لي بروبلام هذوك يخلصوا. ما كاين حتى علاقه. انت راك تخلط بين الاقتصاد والسياسه. المشاكل بين هذه الدول مشاكل سياسيه بيناتهم، ولا مرتبطه بالمياه ولا بغير المياه. والبريكس تنظيم اقتصادي يبحث على دول اللي عندها اقتصاد وعندها كما يقولوا مكانه، عندها مكانه اللي تسمح لها بالالتحاق بالبريكس. انت راك قاعد تظلل فقط باسكو ما كاين اوكين ريلاسيون بين لو بروبليم ايجيبسيان و اثيوبيان مع البريكس. البريكس يحوس على المصالح تاع التنظيم هذا، ما يحوش على الامور السياسيه. دونك هذه بلحه هذه تاع مشاكل بين مصر واثيوبيا على نهر النيل ولا مشاكل اخرى، هذه غير بلحه. وكي تقول لو كان يقبلوا جهه وما يقبلوش جهه اخرى، هالجهه الاخرى راح تروح لتكتل واحد اخر. وين راح تروح مثلا؟ تكتل واحد، هيا انتم ما قبلوكمش روحوا تكتل واحد اخر. العصابه كي ما قبلوهاش، واش راهي تستنى باش تروح للجي 7 ولا تروح للجي 15 ولا للجي 8 ولا للجي 55؟ واش راهي تستنى؟ تروح الاتحاد الاوروبي. واش راهي تستنى العصابه كي يحرجوها؟ تروح تتكتل مع طرف اخر، خاصه الجي 15 الدول الاقتصاديه العظمى تروح تتكتل معهم. دونك باش تقول لو كان يقبلوا جهه وما يقبلوش جهه هذو رايحين يتكتلوا مع جهات اخرى، هذا كلام فارغ وما عنده حتى علاقه. واش من الجهات الاخرى اللي يروحوا عليها؟ واش هي؟ هذو عندهم الاتحاد الافريقي راهم فيه، هذا مكان ما عندهمش. واش بالتكتل الخليج عندهم الاتحاد الخليجي راهم فيه، هذا مكان. رايحين يروحوا للاتحاد الاوروبي ولا رايحين يروحوا للجيسات ولا ما يعيش يروحوا. دونك هذا كلام مردود عليك. انت راك تحاول فقط تلاعب، حاول تهف
هذه هي انتم المومون. انتم كاحزاب من المفترض تخرجوا تسالوا الحكومه، تسالوا الرئيس، قال واش هذه المهزله اللي درتوها لنا؟ انتم كاحزاب تخرجوا تسالوهم، قالوا واش هذه المهزله اللي درتوها؟ فهمونا واش الحكايه هذه نتاع البريكس وعندكم سنوات وانتم تعيطوا علينا بالبريكس، ومن بعد في اخر المطاف عطاوكم ركله. فهمونا على المفروض هذا هو الواجب تاعكم انتم كاحزاب، ما تجوش تبرروا العصابه نتاع العرايا، باسكو انت يا ضوي انت هنا راك تبرر العصابه نتاع العرايا وانت تعرف الاسباب باش ما نعاودش نذكرها. انت لص ومختلس ومرتشي وكل شيء، دونك راك قاعد تبرر باش التقرب من العصابه، باش ربما يخليوك ابار، ربما باش تبون كيفاش ما يحب يدير يستدعيك يسمع لك باش يعطيك قيمه. هذا كله ما في الامر. الجزائر يغلطوا في الشعب الجزائري ويقولوا لهم باللي $1.5 مليار اللي دفعتوه في بنك البريكس راهو راح. فللاسف هذه الدراهم ما راحتش. هذا الدراهم كنا نحبوا نسحبوها الان من البنك، لانه البنك شيء ومجموعه البريكس شيء اخر، والدراهم اللي دفعناها كجزائر للبنك هي هذه مغالطه يا ضوي. صحيح دفعوا الدراهم $1.5 مليار للبريكس، ممكن نسترجعوهم، ممكن كما استرجع تبون او نردهم تبون قال نردهم اموال المختلسه كما اختلست انت. لكن المشكل ماهوش كي دفعوا الدراهم، المشكل علاش دفعوا الدراهم، لماذا دفعوا $1.5 مليار للبريكس؟ علاش دفعوا له مليار؟ هل مصر دفعت؟ هل اثيوبيا دفعت؟ هل دول الخليج الغنيه دفعت؟ هل ايران دفعت؟ علاش العصابه البنكيه اللي تدفع $1.5 مليار للبنك تاع البريكس؟ المشكل راه هنا، المشكل راه هنا. ما تجيش انت تقول لي كذا ما فيها والو نعاودوا نردوهم، لا القضيه ماهيش كي نعاودوا نردوهم، القضيه لماذا انتم كاحزاب سالوا الدوله هذه هل العرايه قال لماذا دفعتم $1.5 مليار و500 مليون دولار في بنك البريكس والشعب الجزائري يموت جوعا؟ انتم هذا هو الدور تاعكم كاحزاب. اذا كان فعلا تمثلوا الشعب كاحزاب، مع انكم انتم ما تمثلوش، انتم ترشحتوا مؤخرا في الانتخابات البرلمانيه الاخرى في ورقله ورشحت معك انت درت دو ليست ورشحت معك دوزيام ولد حركي تتعاطوا ما كان لا نذكروا لك ولد حركي هذاك وما انتخبوش عليك، رغم انه هذاك الانتخاب كان فيه 5% اللي انتخبوا يعني تقريبا جزائريين، انت ما انتخبوش عليك، يعني انت في ورقله ما عندكش ربما 1%، ربما حتى الناس تاع العائله تاعك وتاع العشيره تاعك ربما النص منهم ما انتخبوش عليك. انتم الواجب تاعكم تسالوا الدوله لماذا دفعتم كل هذه القيمه الماليه للبريكس؟ طبعا دفعتوها مسبقا، لو كان خليتوا رواحكم حتى قبلوكم ودخلتوا ومن بعد درتوا هذه المساهمه ممكن الامر يكون مقبول. لماذا ساهمتم بهذه القيمه الماليه المعتبره قبل ما تدخلوا وفي اخر المطاف حوزوكم دوك يرجعوا ما يرجعوش هذاك امر اخر. السؤال مطروح لماذا دفعوا هذه القيمه الماليه؟ قبل نقول لك لماذا دفعوها، هذه دفعوها كرشوه، نقول لك علاه، باسكو واحد مفسد يعتقد ان كل الناس مفسدين كما هو، باسكو تبون وجماعه تبون مفسدين يعتقدوا باللي كي يدفعوا $1.5 مليار لروسيا لهذا التجمع تاع البريكس يعتقدوا انه رايحين ياثروا فيهم ورايحين ربما يحطوهم في موضع اللي ما يقدروش يرفضوهم. عطاونا $1.5 مليار لازم نقبلوهم، مع انه هذوك مش اغبياء كما نتوما، روسيا ولا الصين ولا الهند ولا هذوك مش اغبياء كما نتوما، هذوك على بالهم بكم. وزيد دوك انت كتقول السبب هذه مازال ما لحقناش ليها، بعدين تقول السبب تاع الرفض تاع الجزائر، خلينا خوتي نلعبوا ليها وبعد نعرفوا ليها. موقف الجزائر، رئيس جنوب افريقيا صرح قال انه ستلتحق قريبا دول اخرى، ونحن متاكدون ان الجزائر يعني معنيه بالدخول القادم. وراه المشكل اذا تاخرنا سنه او سنتين، مصر انتظرت من بين 5 إلى 3 سنوات باش قدرت تلتحق بالبريكس، وبالتالي ايها الاخوان ايها الجزائريين ما يعقدوكمش، احنا البريكس هذا التكتل بالنسبه لنا خطوه شجاعه اللي اتخذتها الجزائر، والرئيس كان متوقع هذا الشيء، قال اذا كان الدخول تم بالاغلبيه فاحنا عندنا الاغلبيه، واذا الدخول حتى واحد ما راه يغالط الشعب الجزائري قصه البروكس كما تقول انت بالبروكس، حتى واحد ما راه يغالط في الشعب، بالعكس الجزائريين احرار الجزائريين
راهم يتحدثوا على الحقائق، مش انت تقول كذا ونرجع لك المشكل تاع المشكل بين مصر. يعني انت خير من لافروف ولا؟ لافروف راه اكد، راه بين لي كريتير، كان بين لي كريتير اللي باش الانسان يقدر الدوله تقدر، اي دوله تقدر تلتحق بالبريكس، بين شروط الاساسيه لاي دوله سواء كانت الجزائر ولا مصر ولا غير مصر باش تلتحق بالبريكس. يعني الامر ما عنده حتى علاقه بالامر اللي تحدثت عليه. لافروف واش قال 4 كلمات. قال تحدث عن الهيبه، لازم الدولة التي تلتحق بالبريكس لازم تكون عندها هيبة، لازم تكون عندها هيبة عالميا، على الأقل تكون عندها هيبة إقليميا. الجزائر العصابة ما عندها حتى هيبة لا عالميا ولا إقليميا. العصابة راهي ربما هي آخر دولة إقليمية فيما يخص الهيبة، ما عندها حتى هيبة. لأنه الهيبة منين تجي؟ منين تجي الهيبة تاع دولة؟ كيفاش الناس يهابوا دولة؟ يهابوها لما تكون دولة شرعية، نهار يكون الرئيس تاعها شرعي، نهار تكون المؤسسات تاعها شرعيه، يعني انهم يعرفوا انه كل الشعب راه وراها دونك تكون عندها هيبه بالشعب تاعها. الدوله اللي الشعب يقول تبون مزور جابوه العسكر، الدوله اللي الشعب تاعها يقول ما كاش انتخابات مع العصابات، الدولة اللي الشعب تاعها يقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. أنت راك حاسب بالصين وروسيا وغير روسيا، راك حاسب راهم راكدين على ودنيهم، راهم على بالهم كلش، راهم يعرفوا أشياء اللي ربما حنا كالجزائر ما نعرفوهاش، باسكو عندهم السفارات تاعهم، عندهم الجواسيس تاعهم، وراهم يعلموا كما يقولوا كل صغيره وكبيره في خصوص الجزائر. علاش قال لك الهيبه؟ يعرفوا باللي ما عندهاش هيبه، باسكو يعرفوا باللي ما عندهاش شرعيه. الهيبه تجي بالشرعيه، ما تجيش بالفرض، يعني الانسان يفرض نفسه بقوه الدبابه. هذه يعرفوها، هذو فاتوكم الدكتاتوريه، يعرفوا الدكتاتوريه احسن منكم، الصين وروسيا فاتوكم الدكتاتوريه، ودكتاتوريات حقيقيه مع انها دكتاتوريات تعمل من اجل المصالح تاع الشعب تاعها، مش كيما انتم دكتاتوريه تسرق الاموال نتاع الشعب تاعها. استعمل في حق الفيتو وهو القانون الداخلي للبريكس، معنى لو كانت تعارضك اي دوله واحده من الخمسه ما تقدرش تدخل. فايها الجزائريون اطمئنوا، البريكس مش هو اللي رايح يدخلنا الجنه، ولا البريكس هو الذي يحيينا، او البريكس هو الذي يميتنا. فداخلين البريكس داخلين. يعني بالنسبه لكم البريكس واش راح يدخلنا الجنه؟ وهذا صحيح، لكن انتم حاسبين بلي العصابه هي راح تدخل الشعب الجزائري للجنه، هذا هو المشكل تاعكم. انتم حاطين العصابه تاع العرايه، العصابه تاع الفاشلين، العصابه تاع السراقين، هذوك ماذا كنتم حاطينهم؟ راكم حاطينهم يدخلوا الشعب الجزائري للجنه. هذا هو المشكل. اللي قلت لك البريكس عنده شروط محدده، والشروط غير متوفره في الجزائر. قلت لك الشرط الاول تاع الهيبه، الوزن، العصابه ما عندهاش وزن، علاه؟ لانها غير شرعيه. يعني نعاود نرجعوا دائما لا شرعيه. العصابه فرض نفسها بقوه السلاح، ما عندهاش مواقف. كذلك المواقف حسب لافروف، هذا مش كلامي، هذا كلام نتاع وزير الخارجيه نتاع روسيا. قال لك كذلك الدول على اساس قبلنا الدول على اساس دي كريتير بما فيها من الكريتير المواقف نتاع الدول، هل عندها مواقف؟ هل ما عندهاش مواقف؟ وكذلك وهذا اهم شيء هو الاقتصاد، بما ان البريكس تنظيم اقتصادي على اساس اقتصادي. هل الدوله هذه عندها اقتصاد اللي باش نقدروا نقبلوها في البريكس، ولا ما عندهاش اقتصاد؟ انتوما يا اخي البروثه تجيبوها من تركيا، يا اخي الزراميط تجيبوها من باكستان. بديتوا تخدموا البرا ولا مازال؟ ولا مازال كنتوا تطقبوها برك تجيبوا البرا من الخارج وديروا هذيك تحطها فيها؟ ما عندكمش اقتصاد انتوما، ما عندكمش اقتصاد، ما عندكم حتى اقتصاد. وبعدين راح تزيد تقول لنا وتحكي لنا على 7 ملاير بالحكايه تبون بيروكي، دابا كاع تعاود الكلام اللي قالوا تبون، ولكن تحدثوا عليه كي تتحدث عليه. دونك ما بون افي با ديكولومي، ما عندكمش اقتصاد. وهاد الدول على بالها بلي ما عندكمش اقتصاد، على بالها بلي الاقتصاد تاعكم ريعي، على بالها بلي الاقتصاد تاعكم مبني على بيع الغاز والبترول، هذا مكان، على بالها بلي عندكم السكوار. كيفاش يقبلوكم في البريكس وانتم العمله الصعبه تتباع في الطريق، تتباع في السكوار، ما تتباعش البنك. عباك هذه تخدم في الجزائر اكيد. هناك دول وين تباع العمله الصعبه في الطريق، مثلا في ليبيا واحد الوقت مانيش عارف الان اذا ما زالت تباع العمله الصعبه في الطريق، ولكن تباع في البنك كذلك، جبار مهنا واقيلا منع البنوك كاع
السيكوار تاعو لازم غير هو اللي يتعامل بالدوفيس. دونك هذه الدول هاو على بالها بلي عندكم السيكوار، على بالها بلي عندكم واحد الشخص اسمه جبار منا، على بالها بلي عندكم واحد الشخص يستورد لا دروغ كيما شنقريحه، على بالها بلي تبون لص تعامل معاهم ويعرفوا بلي لص، دونك يعرفوا بلي ما عندكمش اقتصاد. وزيد تبون شخصيا خرج وقال حنا ما عندناش اقتصاد. انا سمعته والفيديو ممكن يكون موجود في اليوتيوب، عندنا وقت خرج قال حنا ما عندناش، الجزائر ليست لديها اقتصاد. هو اعترف ان الجزائر ليست لديها اقتصاد. كيفاش حابين نتوما يقبلوكم في البريكس وجاي تبرر لي انت بواد النيل وماشي واد النيل ومانيش عارف؟ كات كريتير واضحين، 4 شروط واضحه لم يتوفروا في الجزائر، ما قبلوهاش. نهار اللي يتوفروا هذه الشروط في المستقبل، كي يتوفروا هذه الشروط يقبلوها. ولكن انا نقول لك دونك هاد العريانين هما اللي يحكموا في الجزائر، دونك هاد العصابه نتاع العرايه نتاع السراقين نتاع المجرمين نتاع المفسدين هما اللي يحكموا في البلاد. نساوها، نساو البريكس ونساو. انا نقول لك انتم هاد العصابه لو كان فاقوا بها بكري، هاد العصابه لو كانت هاد العصابه تتصرف بلي كيما راهي تتصرف لك في الاتحاد الافريقي كانوا ما يقبلوهاش، في الاتحاد المغربي العربي كانوا ما يقبلوهاش، ما يقبلوها في حتى اتحاد. نقولها لك هذوك داتهم في وقت الغفله، داتهم في وقت الغفله فقط، خلاص ما يقدروش يوقفوها. دونك ما تكذبوش بزاف، ما تخلطوش الشعب، ما تظلوش الشعب بزاف، ما تقولوش انتم لازم تنوروا الشعب. يا الله انتم احسن، انتم تنوروا الشعب. الا كان الشعب هذا غير واعي وماهوش فاهم وماهوش كذا تدوروه وتفهموه. ما تفهموش باش يركع على العصابه، ما تفهموش باش يتقبل العصابه اللي راهي تفتح فيه وراهي تفتح فينا كاع. ماهوش هذا هو الدور تاعكم، هذا الدور نتاع واحد متملق ومتزلق ورخيص الى اقصى الحدود. وانت انا عرفتك رخيص الى اقصى الحدود، وكنت حكيت عليك اكثر من مره. انت سراق، انت مهرب، انت في كل الموبقات. وما تجيش تخلع في الناس بالدين ما الدين ما الدين، هذه غير خليها بعيد. حنا ما تخلعوناش بالدين، حنا ما تخلعوناش بك تروح تصلي في الطروطوار كيما بنقرينا. حنا هذوك كاع هذيك كاع ما تاكلش معنا. حنا تخلعونا بالتصرفات تاعكم، بالمواقف تاعكم. نهار نعرفك باللي سراق، نهار نعرفك باللي سرقت الملايير، نهار نعرفك باللي حقرت ولاد الرجال، نفكرك في مغازي كمال، مغازي كمال مقاوم نفكرك فيه. واحد يحقر الرجال ويظلم الرجال، هذا كان ما يخلعنيش بالدين تاعو قسم بالله العلي العظيم. ويقرا القران طولا وعرضا وشمالا وجنوبا، والله ما هو خلعني وما هو خلع حتى واحد اللي يعرف الحقائق. يعني اللي يعرف الحقائق ما تقدرش تخلعنا بالدين تاعك ولا لا وكذا. ومن بعد تبدا تقول، من بعد يبدا يقول في القران، من بعد يبدا يستعمل في الايات القرانيه كما يستعملوها كاع المتملقين نتاع العصابه الارهابيه. رغم الداء والاعداء سنبقى كالنسر فوق صخرة الشماء. الجزائر ستبقى شوكة في حلق كل الذين يكرهونها ويكرهون تقدمها. الجزائر خليها بعيدة، دخلوناش الجزائر، ما تدخلوناش الجزائر في الامور تاع العصابه يا هداوي. ماكش غير انت، كاين كثير المتزلقين اللي كيما المتملقين اللي كيما انت. ليه دخل الجزائر؟ علاش العصابه هي الجزائر؟ والله العظيم اقسم بالله الذي لا اله الا هو، يلي يعتبر العصابه نتاع العرايه هم الجزائر، اقسم بالله غير هم اكبر اعداء الجزائر، هم اكبر اعداء الجزائر واكبر من يكرهون الجزائر. والان بما انك لحقت في اعداء الجزائر والكره تاع الجزائر، انا اليوم حضرت لك وثيقتين. لا وثيقه واحده. اليوم راح نظهر لك وثيقه واحده فقط، الاخرى نخليها لي وقت لاحق. حنا ما نخرجوش كلش واش عندنا في ضربه واحده كما يقول. خرجت لك ملفات عديده ماضي، اليوم راح نخرج لك هذه الوثيقه باش ناكد لكم انكم انتم اعداء الجزائر وانتم من تكرهون الجزائر، وتحاولوا يعني تقولوا على الرجال اللي يحبوا بلادهم حقيقه، ماشي من اجل المصلحه. ما يحبوش بلادهم باش يديو الاموال
وباش يمشوا للبرلمان ويدوا 40 مليون ولا 50 مليون في الشهر ويزيدوا لي زافير باش يهربوا السجائر الاجنبيه فوق سياره اسعاف وما يروحوش للحبس. داوي تهربت سجائر اجنبيه فوق سياره اسعاف في غردايه. ونقول لك هذه شكون اللي قالها لي؟ هذه انا ما سمعتش من اي انشار، هذه قالها لي مصطفى الهبيري المدير العام للحمايه المدنيه في ذاك الوقت، قالها لي دخل المكتوب تاعو، وكنت انا وكان حاضر مدير واحد اخر اللي هو زيان خروبي، كنا في زوج، هو كان زيان خروبي كان مدير في تندوف وانا كنت مدير في إليزي. استدعونا يعني استدعوا المسؤولين المدراء تاع الولايات الصحراويه، الولايات الصحراويه مش تاع الشمال، كنا مع الهبيري داخل المكتب تاعو وفطرنا معاه تغدينا معاه. نقول لك باش تغدينا معاه الخبز ولاتاي، اقسم بالله غير تغدينا بالخبز ولاتاي في المكتب تاعو. هو اللي قال لنا عليك انتم مدير التربيه باللي تورطت في قضيه تاع تهريب سجائر اجنبيه في غردايه فوق سياره اسعاف، وحكموك الدرك الوطني ومشيت للعداله، ولكن من بعد تسلكت من العداله. كيفاش تسلكت من العداله؟ الله اعلم. باسكو انت عندك ان دوسيي سيلي، وكي نقول عندك ان دوسيي سيلي يعني ملف كامل ومتكامل، هذه ماهيش من عندي، هذه ماهيش من عندي، ماهيش انا اختراع تاعي، اقسم بالله غير ضابط سامي في المصالح الامنيه هو اللي قالها لي، قال لي هذاك عنده ان دوسيي سيلي. الدوسيي سيلي تاعك وراه بركا راه عند المخابرات الارهابيه يعني انت في شونتي بالدوسيي هذاك، يعني عند المخابرات الارهابيه تقول لك خرج تقول لك كذا قول كذا، تقول لك خرج ظل الشعب اخرج ظل الشعب، ما تقدرش تقول لا كي انت كيبين لنا كي كل رؤساء الاحزاب نتاع الجزائر اسردني كريم طابو وستني صغير الراس الحراكيين هذوك اكيد ماهمش كيما نتوما، باسكو هذوك لو كان جاو دوك راهي عندهم الكلمه كانوا يسالوا تبون علاش تمسخرت بالشعب، علاش قاعد شحال عندك وانت تمسخر بالشعب وتعنطر في روحك وتسردك في روحك وتتسردك على المبروك وحنا نروحوا للبريكس واخر المطاف عطاوك الكلام. افترض انتم كاحزاب هذا هو الكلام تاعكم، ما تجوش تغلطوا الشعب. انت في الحكايه تاع الحمايه المدنيه مع خرجوا خوتي منذ سنه وسنتين وجاوا للشرطه وضربوهم بالغاز اكسترا، خرج هذا نفس الشخص، وانا كنت درت انا فيديو عليه جاوبته، خرج غلط وكان يحمل المسؤوليه لرجال الحمايه المدنيه، كانه يحمل المسؤوليه لهذوك الناس اللي خرجوا يدافعوا سلميا على الحقوق تاعهم. نفس الشيء يخرجوا غير في هذه الامور باش يغلطوا باش يدافعوا على الشباب بالطريقه تاعهم الخاصه. وانا نقول لك يا داوي انتم لستم اذكياء، انتم اغبى الاغبياء. اذا كان تعتقدوا باللي تقدروا تخادعونا ولا تضللونا بان واحد الكلام الشعبوي، روح عاود قرايتك يا ابني، عاود قرايتك، باسكو حتى في هذا الفيديو بين قوسين، حتى في هذا الفيديو خوتي انا قريت بعض التعاليق اللي علقوا عليه الناس، والله العظيم وجهه صحيح، يعني بكل اختصار وجهه صحيح، وجهه مطلص بالقدرون، يعني هذه هي الكلمه الاخيره. وفيه واحد الشخص اكيد كاين اللي يشكروه وبارك الله فيك، ولكن هذوك صحاب الشكامه والعشيره تاعو اكسيتيرا وصحابه الذباب الاذناب الازلام هذوما المتملقين اللي كما هو، هذوك هما اللي قال بارك الله فيك وكذا. لكن واحد السيد قال له بارك الله فيك يا دكتور سمع عنده دكتوراه. كان من المفترض يا داوي كان جا عندك ادنى شرف وادنى رجوله تجاوبو تقول له انا مانيش دكتور، باسكو انت المستوى تاعك على الاكثر ثالث ثانوي، واحتمال كبير يكون ثالث، واحتمال كبير يكون متوسط، وبالك اقل من المتوسط، باسكو المفترض واحد كيلعب مثلا في الثانوي على الاقل يتحكم شويه في الفرنسيه، كلمه جوج ثلاثه، انت بريكس تقول بروكس. يعني اذا لي وانا نعرفك شخصيا، انت ما عندك حتى علاقه بالفرنسيه، انت تعرف غير العربيه فقط، درست غير العربيه فقط. دونك ما تقدرش تكون دكتور. الشاعر الاخر قال له يا دكتور
لازم تخرج تقول له انا مانيش دكتور، قال انا عندي المستوى الفلاني ولا المستوى الفلاني، يعني المصداقيه للصدق، الانسان يكون صادق مع نفسه. باسكو انا جرالي نفس الشيء واحد الوقت، عندنا بزاف شويه، واحد الشخص كتب لي تعليق وقال لي يا دكتور، انا فهمت جاوبته قلت له انا مانيش دكتور، انا مانيش دكتور، انا عندي مستوى ثالث ثانوي، عقبت الباك 2 خطرات ما ربحتهاش. بكل صدق، انسان يكذبش على نفسه، الانسان يكون حقيقي، ما يحوش يتصدق على الناس. قال لي دكتور، يا سي بيان، طلع لي بقدري، لا ما طلعليش بقدري، انا نطلع بقدري بالشيء اللي عندي، الشيء اللي ما عنديش ما نطلعش بقدري. دونك انت لو كان جاتيك ذره رجوله ولا ذره شهامه كنت تجاوب عليه تقول له انا مانيش دكتور، هذه غير بنفوسين فقط باش تعرفوا العقليه تاع الناس هذو. هذا انسان تافه وانسان جاهل، هذا كل يعني الكريتير اللي فيه، يعني كل الايجابيات اللي فيه هي السرقه، الرشوه، التهريب، ظلم الناس، يستعبد الناس الى درجه انه في إليزي لما كان مدير في إليزي، المديريه تاعو كانوا يسموها مملكه الداون، كان حط روحو ملك وكل الاخرين حط اصحاب العشيره تاعو اللي مدخلهم كاع بالبيستون بالمعرفه وبالك واللي مدخلهم بالرشوه، هذوك حطهم عبيد المنازل، والباقي مساكن، خاصه اللي جايين من الشمال، هذوك اللي جايين من الشمال حطهم عبيد نتاع الحقول. يعني باش تفهموا المعنى، كاين ناس عبيد عندهم درجه وكاين ناس ما عندهم حتى قيمه. كثير من الدول اللي ما زال ظن ان الجزائر راهي في العهد القديم، في عهد العصابه، ما زال ما يعرفوش باللي فيه تحسن، باللي فيه تقدم، باللي فيه قوانين. يا رب العالمين، انت العصابه كيفاش غادي تحدث عن العصابه وانت في عهد العصابه؟ انت هو العصابه، انت تسرق في عهد العصابه، سرقت الملايير المليارات، واش انا نقولها؟ حتى الصحافه تحدثت عليك، الا كذبت كنت تشرحها. الصحافه قالت لغز اختلاس 24 مليار في إليزي في 3 سنوات، و24 مليار هذاك الوقت في 93 94، ماهيش 24 مليار تاع 2023. الصحافه قالتها، مشيت لصحيفه واحده، انا ما شرعتهمش، كنت شرح نقول ما كنت تكذبوا عليا وتحدثنا تاع العصابه. واش في العصابه انت تتحدث عليها؟ انت هو العصابه، انت رمز من رموز العصابه، وكنت برلماني في عهد العصابه، وعمرنا لا شفناك تخرج في البرلمان وتنتقد العصابه وتقول كفوا، ارفعوا ايديكم من هذا الشعب، خلوا الشعب هذا يعيش كما عاش كل الشعوب في البلدان. لا، انت كان عاجبك الحال، كنت تهز 40 مليون ولي زافونتاج والسيارات اكسيتيرا، واليوم تجي تقول لي في عهد العصابه القديمه. ما عنده كل اللي يعرفوك والله حتى العائله تاعك يعرفوك باللي انت من العصابه القديمه، مش انت وكل الرؤساء تاع الاحزاب اللي يشبهوا لك وعلى راسهم ابن عشيرتك بن قرينه. ستظهر ثمارها ان شاء الله من بدايه سنه 2024، راح تبدا للعيان، ورايحين هما اللي يعودوا يحاولوا فينا ارواح ويدخلوا للبريكس، هما اللي يولوا يترجوا فينا، ماناش حنا اللي نبداو نتبعوا فيهم. فايها الشعب الجزائري ما يغلطك، والله يكون بقات السياسه تاع عصابه العليا يا البريكس ما نشوفوها، انا نقسم. الا كان بقات السياسه كيما راهي تمشي درك، التسيير تاع البلاد يبقى كيما راه يمشي درك، ما تدخلوش للبريكس، غير ما تدخلوش. قال لك معليش نستناو 2 3، يا الشعب الجزائري يستنى 60 سنه، الشعب الجزائري راه 62 ويستنى باش تحسن الاوضاع تاعو، باش تحل المشاكل تاعو، باش يولي ساكن، باش يولي عايش بحد ادنى. راه 60 سنه هو يستنى، انت تقول لي بريكس يستنانا 2 وندخلوا البريكس، ما تدخلوش البريكس. اللهم الا اذا سقطت هذه العصابه تاع العرايا وجا نظام شرعي وخدم الشيء اللي يقدر عليه. باسكو نقول لك هذو البلدان هذه تاع البريكس، خاصه نركز على روسيا وعلى الصين وعلى الهند، لانها دوله قويه، يعني دوله اللي في السنوات الاخيره تطور مهم. هي تفهم اذا كان دوله عندها ربما ركائز اللي تسمح لها باش تتطور. علاش قبلت مصر الوضعيه تاعها تقريبا كما الجزائر،
الشعب تاعها راه مرمد وراه محقور والنظام عسكري اكسيتيرا اكسيتيرا. لكن قبلتها ربما عندهم معلومات او عندهم مؤشرات اللي تاكد انه مصر قادره اكيد من الاقتصاد المصري احسن من الاقتصاد تاعكم، هذا ما فيها حتى شك، لانه الاقتصاد المصري ماهوش بترول وغاز. لهاد الدول يعرفوكم بلي نتوما الاقتصاد تاعكم بترول وغاز، كي يختلف البترول والغاز ما عندكم حتى شيء. انت من بعد راح تحدث على تصدير 7 مليار دولار خارج المحروقات، هذا كذب. انت ببغاء راك تعاود الكلام اللي قالوا الكذبون، هذا ما كان كذبون قال لك نصدروا 7 مليار، انت عاود قلت واش قال الكذبون 7 مليار. الكذبون متفقين كلنا كجزائريين وحتى الدول المجاوره وحتى دول العالم متفقين على انه انسان كاذب يكذب، عمره لا يقول الصح. هذه هي الحقيقه. دونك تقول لي لا وستناو ومن بعد ما نستناو ما والو. دوله متخلفه، دوله تحكمها عصابه نتاع العرايه، نتاع الفشله، نتاع السراقين، نتاع اصحاب سنه رابعه، ما يقدروش يبنيو دوله، مستحيل. مفسدين خلاص الافساد سكن لهم في الدم، ما يشبعوش، ملهوفين. واحد فاسد ممكن يسرق شويه، قال يسرق بعض الملايين ولا بعض الملايين، يقول لك بركه هذه تكفيني باش نعيش، لاباس عليا. لكن واحد مفسد ما يهموش، لو كان تقتلوا لقفل الموت، شي ريحه وجبار مهنا قتلوا بالقفل الموت. ما هذاك مازالهم ينهبوا، مازال واحد يبيع في الدروغ، مازال واحد حاكم السكوار، ومازالوا تبون يبيع في الكوكايين اكسيتيرا. دونك يحجموا حتى واحد في الطريق اللي رانا سالكينه باذن الله سنصل الى نتائج مرضيه. فقط كنا بنسبه 7 الى 98% نعتمد في اقتصادنا على المحروقات. اليوم استطعنا اننا نصدر اكثر من 7 مليارات دولار خارج المحروقات، ومتوقع ان السنه الماضيه نصل الى ضعف هذا المبلغ. نتحداك خذ في فيديو راك تقول تصدير 7 مليار دولار خارج المحروقات. نتحداك خرج في فيديو وقول لنا واش راكم تصدروا. قول عصابة العراية واش راهي تصدر للخارج. قلنا راهي تصدر الروينة، قلنا راهي تصدر النبك، قلنا راهي تصدر الشلمون مثلا. قلنا واش راهي تصدر هاد العصابة اللي برويطة ما تخدمهاش، اللي زالبيت ما تخدمهاش، اللي البلا ما تخدمهاش. واش قدرت تصدر؟ كش ما راهي تصنع سيارات، كش ما راهي تصنع قطيرات، كش ما راهي تصنع طائرات، كش ما راهي تصنع شاحنات باش تصدر. واش تصدر؟ 7 مليار دولار. نقول لك واش تصدر. العصابة تاع العراية تستورد مواد غذائية وغير غذائية بثمن محدد وتعاود تبيعها لدول اجنبيه تاع افريقيا ولا غير افريقيا، وما نستبعدش انها تعاود تبيعها بثمن ارخص. الا كانت تشري حاجه ب 100,000 تعاود تبيعها ب 70,000. علاه؟ تسردك باش يبانوا حنا والله صدرنا 7 مليار دولار. ما صدرتوش. واش قدرت تصدر الجزائر؟ بيناتنا خوتي. ربما التمر، ربما ديك الفنور، ربما يعني كيف في الانتاج تاع ديك الفنور ربما. ونقول لك يا حتى ديك الفنور لا راهي تصدر. حط في راسك بلي الاغلبيه تاعها راهي تصدر باسم تونس. انا شريتها هنا في النرويج، نوعيه جيده شريتها هنا، صناعه منتوج تونسي. وريتو لكم خطره خوتي في البطا منتوج تونسي، وهي ديك التنور جزائريه، ديك التنور جزائريه 100%. دونك حتى ديك التنور راهي الاغلبيه تمشي للتهريب، راهي يديها جميعي ويعقبها متبسه ولا غير جميعي، يعقبها متبسه ويعقبوها تونس. اللي الامور اللي كشفها الاسير محمد عبد الله اكثر من مره، اللي كان هو يخدم في المنطقه هذيك ويتحدث على التهريب في الحدود الشرقيه بما فيها دقلة نور. دونك ما عندكوش واش تصدروا، ما كنتوا تصدروا حد شيء. الكذبون يكذب، راه قاعد يستعمل الاموال تاع البترول باش يشري خوتي مواد اللي معروفه، يشري مواد مختلفه، وهذيك المواد يعاود يبيعها لدول اخرى ربما بثمن اخرس. علاه؟ باش يبين باللي قال احنا لا رانا عندنا، احنا كذلك رانا نصدروا خارج المحروقات، ما كنتش تصدروا خارج المحروقات. وحتى فيما يخص ديك التنور، هناك ديك التنور الجزائريه انا شريتها هنا في النرويج خوتي. واحد بتيت بواط هكذا الجيريا جايه من الجزائر، وحاطينها شي الغالي، حاطينها في المشوار خوتي، حاطينها نوعيه رقم 1.
والله كاش نهار اللي الصبصه نشري باطا ونوريها لكم يعني باش تاكدوا. اقسم بالله هي هذيك التمر اللي مصدره باسم الجزائر وحاطينها برومي شوا، اقسم بالله غير هي اخر نوعيه تاع تمر في الجزائر، اخر نوعيه تاع تمر في الجزائر. هذا واش يعني؟ هذا يعني بلي راهم يطولوا يعني راهم يطيحوا بالجزائر، راهم يذلوا في الجزائر، لان هنا الناس كي تمشي وتشري تصيب جزائري وتسيبها هي الاخرى كاع ما بين التمور الموجوده، هذو راهم يطيحوا بالجزائر، مع ان ديك التمور معروفه انها من احسن التمور في العالم. دونك ما تكذبوش، ما كنت تصدروا حد شيء، راكم تسرقوا اكيد، وراكم تشريوا من الخارج وتديوا العمولات اكيد، بالاضافه للعمولات تعاودوا تبيعوا هذيك السلعه هذيك، تعاودوا تبيعوها الى دول اجنبيه بثمن ارخص. معناها بين 13 و 14 مليار دولار باش نصل ليه كتصدير، وهذه احدى شروط البريكس. فالحمد لله الشروط متوفره، كانت فيه ربما بعض المعطيات اللي هي خافيه علينا كسياسيين وكشعب، ستتضح الصوره لماذا لم تلتحق الجزائر، ولكن اطمئنوا اننا في غضون السنتين القادمتين على اقصى التقدم. الصوره اتضحت، الصوره قالها لكم لافروف. علاش تغلطوا هكذا؟ علاش تغلطوا الشعب هكذا؟ علاش تظلوا في الناس هكذا؟ لافروف قال لكم الهيبه، الوزن، المواقف والاقتصاد. انت كذا تقول خلاص فوق الحلوى بالاقتصاد يسمح لنا، انا ما ندخلوكمش، على عطوكم الكلام. تحسب انت الصين ولا ما على بالهم بلي راكم تشريو وتعاودوا تبيعوا بنص الماء، على بالكم بلي ما تصنعوا حتى شيء. السلاح راكم تشروه من الروس، كل الامور الاخرى تشروها من الصين، تشرو من تركيا، تشرو من الكل، حتى من الامارات، على بالهم بكم. ما عندكمش اقتصاد، دوك انت قال تجبد لك كما يقولوا من قضيه واضحه، ما تطلبش كاع هذا الكلام وكاع هذا الاخر، قضيه واضحه. انتم دوله ضعيفه، ما عندكم اقتصاد، ما عندكم وزن، ما عندكم هيبه، ما عندكم وقف. هذا نقطه الى السطر. سنكون في البريكس، اياكم اخواني في الشعب الجزائري انه يعقدوكم بهذه العمليه، فنحن في الطريق الصحيح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دوك نرجع لك قبل ما نكمل الفيديو خوتي. بلا كشتو قال من اعداء الجزائر ومن يكرهون الجزائر، وانا هنا ضروري راح نشخصن الامر معاك، ونكشف لك على وثيقه. انا كشفت لك اكثر من وثيقه كما قلت لك، لكن اليوم راح نكشف لك على وثيقه اللي توجه لك ربما اتهامات كثيره. التزوير خوتي، هاي الوثيقه رسميه، قرا ولايه ايزي، وثيقه رسميه. تزوير، الاستعمال المزور، اكيد الاختلاس، وبعض تهم اخرى. لكن اكبر تهمه اللي توجهها لك هذه الوثيقه هي خيانه الامانه. انا هذه الوثيقه اخوتي موجوده عندي ملي كنت في الجزائر، يعني ملي كنت في إليزي. هذه الوثيقه موجوده عندي، لكني ما تحدثتش عليها في وقتها، على لأن الانسان اللي دايرها ما نذكرش اسمه بكل حال، هو ضابط في الحمايه المدنيه، كان رئيس وحده انعام الناس. هو اللي كي كنت انا كي مشيت لإليزي وجه لي هذه الرساله يا مجرم. هذه خيانه امانه، واللي بها انت كنت واجب باش تدخل كاع الناس الحبس، تدخل كل الناس الحبس باش انت تقضي صالحك. يعني اي واحد كان يخدم تحت المسؤوليه تاعك، باسكو هذا رئيس وحده كان يخدم تحت المسؤوليه تاعك، انت كنت واجب باش تدخلوا للحبس باش تقضي المصالح تاعك. نقرا لكم خوتي هذه الرساله، ماهيش طويله بزاف. هذه رسلها رئيس الوحده اللي نتحدث عليه، بعثها لي كنت انا في إليزي. الموضوع: خاتم الوحده الفرعيه للحمايه المدنيه انعام الناس. يشرفني ان اخبركم انه منذ حوالي شهر ابريل 98 واثناء مهمه اداريه لمديريه الحمايه المدنيه لولايه إليزي، واثناء تواجدي بمكتب المحاسب
بمكتب المحاسب لفت انتباهي وجود خاتم بومبو كاشي، خاتم ثاني للوحدة الفرعية للحماية المدنية إنام الناس في درج مكتب فلان بلا ما نذكر. فتم بعد ذلك تم تحويل الخاتم هذاك للوحدة نتاع إنام الناس، هذاك الخاتم اللي صابوثن أو اللي بعثوه الإن أم الناس. ولهذا يقول في الآخر أي استعمال غير قانوني لهذا الختم في هذه الفترة فإنني غير مسؤول عليه. بمعنى أنه هذا في 98 هذه هو اكتشف الماكيدة في 98 وهذا داوي مشى في 98 كان هو في أبريل، هذا داوي مشى في شهر أوت. يعني هذا يعني أنه هذاك الكاشي الدوبليكات هذاك نتاع الكاشي كانوا يستعملوه لسنوات. يعني من نهار اللي خدم طابع نتاع الوحدة هذه خدم معها ان دوبل، وهذه جريمة يعاقب عنها القانون. لما خوتي انت راك مسؤول في بلاصة، لما يخدموا لك الكاشي تاعك كاين واحد اخر عنده حق يخدم الدوبل تاعو يديه هو يورطك من بعد، قادر يستعملوه ويورطك في الكثير من الامور. دونك هذا خدم الدوبل تاع الكاشي، مد واحد للوحدة والاخر قرده عنده باش يستعملوا المصلحات تاعو الشخصيه. كيفاش؟ انا في الفيديو السابق كنت وريت لكم هذوك لي فاكتور هذوك مسنين على بياض اكسترا كان يعمر واش يحب ومن بعد يدير باسكو لازم له سيرفيس في باش تخلص، لازم له سيرفيس في تاع الانسان اللي يستقبل هذيك المواد الاخر. دونك هو واش يدور لا فاكتور، يحط الكاشي نتاع انام الناس ويدير فيه ويقلد لا سيناتور ولا يدير السيناتور وما يوصل لنا عليه. دونك يستعمل امضاءات، لانه الكاشي يمضيو عليه، يستعمل امضاءات تاع ناس اخرين باش يخدم مصالحه الشخصيه. ولو كانت تكشف القضيه وشكون اللي راح يدفع الثمن؟ راح يدفع الثمن هذاك الانسان اللي دار لو سيرفيس فيه، قال هذه السلعه اللي دخلتك وراها، قلنا وراها وين درتها، هو مسكين ما دخلتوش خلاص السلعه. هذا خيانه للامانه، والخيانه للامانه جريمه كبيره جدا، خاصه اذا كانت صادره من مسؤول مدير ولائي معين بمرسوم رئاسي، بمرسوم معمر برسوم، يعني مسؤول ثاني. اذا كان خيانه الامانه تجي من عند مسؤول ثاني في حق ضابط بسيط، فهذه العقوبه ربما تضرب على 10. يقولوا من الشخص هذا الشيء اللي داروا لو كان كاين مش 10 دوله في الجزائر والله غادي يرميوه في الحبس ما يخرجش طول حياته من الحبس. ولكن الله غالب عليه. نزيد لك حاجه يا ضوي فيما يخص كذا واللي يكرهوا الجزائر وهذو ماشي وطنيين يكرهوا الجزائر وانت تقصد في الاحرار. انا نبين لك بلي انتم اللي تكرهوا الجزائر باسكو انتم اللي سرقتوا الجزائر، حنا ما سرقناهاش. لو كان سرقناها تقولوا لي تكرهوا الجزائر، حنا ما سرقناش الجزائر. كيفاش نكرهوها؟ حنا ما سرقناش الجزائر، كيفاش وطنيين؟ هذه اللي تكره على شخص الامر معاك. نقرا لك مقطع برك فيه سطور يهمك انت ويفهم كل شيء خاطي باش ما ندخلوش في تفاصيل كثيره. هذا التقرير في 5 صفحات داروا المحامي تاع مديريه الاعمال الحمايه المدنيه، يسموه بالقيد علي جلول او الامضاء تاعو هاي الاخر ديالي، وعندي لوريجينال يعني تفهم هذه النسخه فقط. واش يقول عليك؟ كو لور اجيسمون لور انت مقاولين وكاين ناس اخرين معاك مكتب دراسات، que leurs agissements de la sorte sont qualifiés vis-à-vis de la loi pénale de coalition de fonctionnaires, de détournement de deniers publics et de concussion contre leur employeur, l'État algérien. انت يداوي متهم بلا concussion contre l'État algérien ضد الوطن تاعك. انت متهم بخيانات، ان شاء الله كونكسيون كيفاش نترجمها بالعربيه، متهم بخيانات وبسرقات وبامور كثيره جدا ضد الوطن تاعك. دوك هنا فهمني وشكون اللي يحب الوطن تاعو وشكون اللي يكره الوطن تاعو، وشكون العدو تاعو الوطن تاعو وشكون اللي يحب الوطن تاعو، وشكون الوطني وشكون الرخيص.
كي راك انت قاعد تتهم في الناس قال اعداء الجزائر كذا ويكرهون الجزائر. نحن نكره، انا نكرهك انت ما نكرهش الجزائر، انا نكره العصابه ما نكرهش الجزائر. حنا الاحرار نكرهوا العصابه السراقين كيما انت، حنا ما نكرهوش الجزائر. الجزائر يعني اللي يكره العصابه يكره الجزائر. اقسم بالله اقسم بالله يلي يقول كلام كما يقولوا السيد هذا اللي حط العصابه نتاع العليانيين ونتاع السراقين ونتاع المجرمين، يلي حطها في مقام الجزائر غير هو اكبر عدو للجزائر. ما ندخلش في تفاصيل نتاع وليد المعاريس، ما نعاودش ندخل فيها. كيفاش نقولوا حنا اعداء تاع بلادنا؟ انا الدم تاع بابا راه مازال لاصق في الارض تاع الجزائر. انت الدم تاع باباك راه مازال لاصق في لي شارع تاع فرنسا. يا المهاريس يا وليد المهاريس، الحركه الخونه اللي دخلوا فرنسا الى اقصى الجنوب. وهذا مش كلامي، هذا كلام الويكيبيديا. اي جزائري يمشي للويكيبيديا يقدر يصيب الكلام هذا. نزيد لك حاجه فيما يخص يكرهون وطنهم واعداء وطنهم. نزيد لك حاجه، تعرف شكون هو العدو تاع الوطن تاعهم؟ لحظه خوتي عفوا. شوف كاين امور كثيره لكن راح نلخص امر واحد، نتغدى في امر واحد باش ما نطولوش باسكو الفيديو راه شويه طول. انت بديت مشاريع في إليزي باثمان حوالي ثلاث اضعاف الاثمان اللي مديتها انا. سيتادير كاين مشاريع بناءات اكسيتيرا، نديرو لابيل دوفر، لابيل دوفر يعني لابيل دوفر يعني باش الناس يشوفوا، باش يجوا المقاولين يقترحوا الاثمان تاعهم. انت مديت امور باثمان ثلاث اضعاف الاثمان اللي مديتها انا. وانت تحكي في حكيت لك انت تقول بلي إليزي ولايه جنوبيه والثمن يغلى، ولا صحيح الولايه الجنوبيه الثمن يكون اعلى من الشمال، ولكن يكون اعلى ب 10% 15%، ما يكونش اعلى ب 100% ولا ب 200%. وانت بديت مثلا باش نلخص، انت بديت ترانسفورماتور في إليزي، في الوحده تاع إليزي، مخدوم بطريقه بائسه خاطي، بطريقه بائسه من كل نواحي. مديته بثمن يساوي ثلاثه اضعاف الثمن نتاع الامام ترانسفورماتور. مديته انا في وحده جانات، وجانات ابعد من إليزي ب 500 كيلومتر. يعني اذا كان الثمن يغلى في إليزي، في جانات راح يزيد. اذا كان في إليزي يغلى ب 15%، الجانات راح يولي 25%. مديته بثمن ثلث تقريبا تاع الثمن اللي مديته انت، ومخدوم بطريقه جيده جدا. وهذه حكى عليها المحامي على كل حال، المحامي بالقايد علي جلول، وحكى على امور اخرى على البيبان وطواقي الاثمان، يعني الاثمان المطبقه. وشكون اللي يحب الجزائر، انا ولا انت؟ انا الحر اللي نحب بلادي، ولا انت السرق اللي تحب بلادك؟ كي تجي تحدث على الناس وتقول هذو يكرهوا بلادهم والاعداء نتاع بلادهم. زين نبقاو دائما في الترانسفورماتور. انا من بعد تبديت الترانسفورماتور انا نشخصن الامر معاك ضاويه، مش قلت تحدث معاك، نشخصن معاه الامر. بديت ترانسفورماتور في الوحده تاع إنام الناس، يعني بعد تاع جانات. انا نقدر نقول لك الاسماء تاع المقاولين يعني اللي مديت لهم باش ولكن معليش ما نذكرهمش الان لاسباب اللي تعرفوها خوتي. مديت ان ترانسفورماتور في كيما قلت لكم في إنام الناس. بعد ايام وش وقع؟ المقاول اللي استفاد بهذاك المشروع، نعطي الاسم تاعو اكيد، هاي الوثيقه، بعث لي هذه الرساله او الكاشي، ما نقربوش باسكو كاين اسمو. واش يقول لي فيها؟ نقرا لكم مقطع. Nous avons le regret de vous informer qu'un cas de force majeure et indépendant de notre volonté, dû à la fluctuation des prix à l'importation, toujours revu à la baisse, à la hausse,
d'une part, et la stabilité des prix du produit fini en Algérie. D'autre part, notre établissement ne peut en aucune manière tenir ses engagements dans l'état actuel des choses. Pour votre information ما يهمناش ما كندوهاش. هذا المقاول اللي استفاد بهذاك المشروع تاع الترانسفورماتور تنازل عليه وكتب لي هذه الرساله. تنازل لي بهذه الرساله، قال لي بالثمن اللي عطيته لي ما نقدرش ندير باسكو راح نخرج خسر في لافير. بمعنى انه الثمن اللي داه يعني هو ربما يعني ادنى ما يمكن ان يمنح مشروع، بدليل انه تنازل عليه. وانا نقول لك يا ذوي والله ما نظنش انه كاين مسؤول، باش ما نقولش في الجزائر لكن نقول في إليزي فقط، اللي جا مقاول خذا مشروع ومن بعد تنازل عليه. هذا مستحيل. لانهم ياخذوه بثلاث اضعاف او باربعه اضعاف. انا هذا المقاول اذا كان هذا المشروع عطيته له حوالي 200 مليون، حوالي 200 مليون، انا كنت قادر نعطيه 400 مليون. 400 مليون نقول له معليش انت دير 300 واعطيني 100 مليون ليا. سهله هذه، ماهيش صعيبه اخوتي، ماهيش صعيبه، خاصة في هذاك الوقت، خاصة في الصحراء. ما فوضى، ما كانش حتى واحد ما يحس بالاخر، فوضى عارمه. لابراف هذا السيد في السنين غرب فيها كما يقولوا 24 مليار، وانا كي نقول 24 مليار اخوتي مانيش نقولها انا، هذه قالتها الصحافه الجزائريه. لغز اغسلاس 24 مليار بإليزي. انا ما شرعتهمش يا داوي. اذا كان انت بالي وما شرفتش انا ما رحتش الشارع صراحه نهار قالت عليك الكلام هذا. دونك انا باش نعرفوا شكون تنازل على المشروع، لان احنا شرفاء، احنا شبعانين، احنا شبعانين بالفطره. احنا كي نقولوا احنا شبعانين ما يعنيش اننا رانا دي ملياردير ولا لا، احنا الناس عاديين عشنا متواضعين طول حياتنا وما زلنا عايشين متواضعين الى يومنا هذا، لكن احنا شبعانين. انتم واش معطيناش شبعوا، انتم الملهوفين. حتى لو كان تكسبوا مال الدنيا، حتى لو كان تختلسوا الملايير والمليارات، مازال تحوسوا وتزيدوا تسرقوا، بدليل انك انت من اختلفت واش اختلفت، استمشيت رئيس بلديه مع الراندو، استمشيت لغردايه وزدت تختلف واش اختلفت، وزدت دخلت في التهريب تاع الممنوعات، فوق سيارات اداريه، ومن بعد مشيت للحزب تاع تواتي باش تولي برلماني، ومن بعد صوتيت الحزب تاع الشكامه باش تولي برلماني، ومن بعد درت لو كوديتا لبن حمو باش دير البلاصه تاعو، وزدت ترشحت في الانتخابات الاخيره وما نجحتش. يعني انتم ملهوفين ما تشبعوش، باسكو انتم مفسدين، باسكو سبحان الله. يا ريت لو كان جيت باسكو واحد مفسد خوتي، واحد مفسد ممكن يغرر الشيطان ويسرق، ولكن من بعد كيدير ربما قيمه قال بركات، قال هذا قيمه ماليه بركات، خلاص نجبد روحي. لكن هذو ما يجبدوش روحهم، يلحقوا له الكبر مازال يسرق. شوفوا الاخر جبار منا راه على حافه القبر، مازال حاكم السكوان. شنقريحه راه على حافه القبر، مازال حاكم الدروغ وما نشعر. تبون على حافه القبر، مازال حاكم الكوكايين والسرقات. ملهوفين ما يشبعوش هذوك، ما يشبعوش والله. الا حتى نهار يحطوهم في القبر ويا ربي الى يشبعوا، ما يشبعوش. ناخذوا وانت منهم يا ضوي. دونك هذه حكايه تكرهوا بلادكم هذا ما تردوهاش، بس انا كنسمع لك تكرهوا بلادكم تشعل فيا النار، باسكو انا ما نكرهش بلادي، انا نكره العصابه، انا نكره امثالك يا ضوي، انا نكره السراقين كيما انت. اما الرجال الشرفاء احنا ما نكرهوهمش. رجال سواء حتى اذا كانوا في السلطه حاليا ممكن كاين رجال شرفاء، احنا هذوك ما نكرهوهمش. احنا هذوك نبغوهم كما نحبوا الوطن تاعنا، احنا نحبوا الوطن تاعنا ونكرهوا الناس اللي يفضحوا الوطن تاعنا. وانتم باش نكمل معاك كرؤساء احزاب، قولوا باش تخرج تظلم الناس، كان جيتوا رجال كرؤساء احزاب وربما تدعوا المعارضه، تخرجوا تسالوا تبون، تسالوا الحكومه، تسالوا الوزير الاول على هذه الفضيحه. قال علاش هذه الفضيحه؟ علاش قاعدين كما يقولوا تكذبوا على الشعب، حتى كما يقولوا فضحتوا لنا البلاد.
الى هذه الرجال. لو كان جيتوا رجال هذا هو الدور تاعهم، موش تخرج باش تظلل الشعب الجزائري. الحمد لله الشعب الجزائري راه فاق بكم، وحتى الشعوب الاخرى راهي فاقت بكم. انا كرم ديالي فيكم العجب، لكن انتم وجهكم مطلس بالقدر كما قلت، باش ما نقولش كلمه اخطر. احشموا وغادروا، خلوا البلاد هذه يتحكم فيها الناس اللي يقدروا يبنيوها بدون تملق وبدون كذب وبدون مغالطات. شكرا اخواني، السلام عليكم.